السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسعادة وهنا. أتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم وإن شاء الله تكونوا مستفيدين مني ومن وجودي. قبل أي حاجة ما ننسوش نصلي بينا على النبي إن شاء الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وشير ولايك وسبسكرايب. المرة اللي فاتت أنا اتكلمت معاكم عن موضوع كان مهم أوي، ووصلت رسالة للسيد الوزير أو رئيس الوزراء. تمام. اتكلمنا فيها عن الغلاء وعن عن التجار اللي هم بيزودوا الاسعار وازاي نظبط اسعار السوق. تمام. النهارده بقى انا جايه اكلم اتنين، وزير التموين، وهكلم انتوا كشعب. يعني برضو هي الحكومة عليها جزء، بس احنا كشعب مش ملايكة. تمام. يعني زي ما الحكومة عليها يعني جزء انها يبقى مثلا بتوفر لك ان انت يبقى في ضبط للاسعار. طب وانت فين؟ يعني انت ما انت اللي عامل كده برضو. يعني هي بتوفر لك السلع وتوفر لك كل حاجه، لكن انت في طمع بقى في الناس. الطمع اللي في الناس ده بقى احنا عايزين بقى نشوف ايه الحل، ايه اللي بيحصل. تمام. لما الاقي ناس مثلا في الاسواق بتعمل ايه؟ عندهم سلعه خلاص قربت هتنتهي الصلاحيه بتاعتها، بيروحوا شايلين التاريخ بتاعها ويجددوها وينزلوها لك انت كمواطن تاكلها او تشربها، تعمل لك امراض، مش فارق معاهم اي حاجه. لما اروح لبتاع الفراخ ويحقن الفراخ ميه، تمام، وبدل ما تبقى مثلا كيلو تبقى كيلو ونص وكيلو وربع، وتيجي تطبخيها ما تلاقيهاش، ده يبقى العيب في مين؟ تمام. كل حاجه بيسرقوا فيها. يعني تيجي للفراخ بتلاقيها تحطها على الميزان بتلاقيها متاخد منها حتى كمان في الميزان. نيجي اللحوم انزل كده الاسواق هتلاقي في ناس بتبيع لحم حمير. مين اللي بيذبحها؟ ما انتوا بتاكلوا في بعض. نلاقي لحم كلاب، نلاقي حواوشي مش عارفه ايه. كل ده من مين؟ كل ده من مين؟ ما هو منكم. انتوا خلاص ضميركم مات. ما احنا مش كل حاجه نرميها على الحكومه نرميها على الحكومه. طب وما انتوا تصلحوا من نفسكم. على فكره احنا كشعب لو كويسين مع بعض واحنا عندنا ضمير وبنخاف ربنا مش هنحتاج لحكومه، مش هنحتاج لاي حد على فكره. اه والله. ما بقاش في خوف من ربنا ليه؟ انتوا فين من كل دوت؟ نفسي اعرف انتوا فين من كل ده. يعني احنا بنشتكي تمام، احنا بنشتكي. طب وانت كمواطن او انت كتاجر او احنا يعني من يوم ما بنشتكي من الغلاء ما هو منكم. انتوا مش عايزين تتغيروا. يعني التاجر اللي بيغلي ما هو من الشعب، التاجر اللي بيسرق ما هو من الشعب، التاجر اللي بيغش في السلع ما هو من الشعب. ده اللحمه المفرومه بيجيبوها يحطوا عليها كراتين بيض ويعملوها ويبيعوها حواوشي للناس. الناس تاكل بقى كراتين بيض وتعيا، تاكل مثلا يعني حاجات كده. الله اكبر. المرض الوحش اللي احنا بنسمع عنه ما بحبش اجيب اسمه ولا سيرته. بتاكل الحاجات اللي هي المصنعات الهمبرجر والكلام ده كل دوت. تلاقي فيه حاطين لك فيها جلد فراخ، حاطين لك فيها مش عارفه ايه. المهم ان يعملوا اي حاجه ويبيعوا الفراخ على انها يعني حلوه وكلام من ده. في المطاعم كمان بيجيبوا الحاجات الفاسده اللي هتترمي يحطوا لها توابل وطعم ومش عارفه ايه ويغيروا طعمها ويبيعوها لك انت كمواطن. طب انت فين من كل دوت؟ يعني ما احنا كلنا كده دلوقتي في مركب واحده. ما اقدرش ان انا ارمي كل الحمل على الحكومه برضه. طب ما احنا وحشين برضه مع بعض. يعني احنا مش عايزين نتغير. ما انت بتاكل من ناحيه وتسرقني من ناحيه ويجي غيرك يسرقني من ناحيه وده يسرقني من ناحيه. طب ما خلاص كده عليه العوض. يعني ما بقاش في ضمير. احنا عايزين ضمير. احنا لو عندنا ضمير والله ما هنحتاج اي حد يحكمنا. تمام. وعندك كمان بقى بتوع التموين دول كمان. يعني انت دلوقتي الحكومه موفر لك وزاره التموين بطاقه تروح تاخد بيها التموين. تمام. ايه اللي بيحصل في التموين؟ هقول لك ايه اللي بيحصل. بيزودوا عليك الاسعار وبياكلوا حقك، وتبقى انت المفروض هتدفع 5 جنيه مثلا فردين، بيقول لك هات 10 جنيه، كانهم هم اللي بيدوك الحاجه دي من جيبك. ده غير المعامله. وانا يعني مش يعني سبق وان انا نشرت قبل كده منشور ازاي نحل المشكله دي. تاجر التموين بقى دلوقتي انت بتشوفه عادي كده في قلب المحل بيبيع عادي، لكن لو شفته في الايام العاديه بره المحل راكب عربيه احدث موديل
احسن من اللي راكبها سياده الوزير. من اين لك هذا؟ مننا، من لحمنا ودمنا. لما يجي يقول لك ازازه الزيت 25 جنيه على البطاقه، يجي يقول لك انا هديك ازازتين مثلا ولا حاجه بكام؟ ب 35 جنيه، خد الازازه 10 10 10. تمام. غير اكياس السكر اللي بيبيعوه، غير مش عارفه ايه. انا مش عارفه هما بيطلعوها ازاي، بس انا اتعاملت معاهم وعارفه. انا بقى رسالتي دلوقتي لوزير التموين. ها، الجيش ربنا يحفظه ويحميه ويخليه لينا، كان عاملين حاجه حلوه قوي. كنت انت منزلين كرتونه للشعب، اللي انا ما اعرفش، انا عمري ما شفتها الصراحه. هي بتنزل بس لمين الله اعلم، انا واحده من الناس ما شفتش منها اي حاجه. بتنزل للشعب مخفضه، الله اعلم مين بياخدها بقى، ولا مين ايده طايله وبياخدها، الله اعلم. احنا كشعب ما شفناش حاجه، انا واحده عن نفسي ما شفتش اي حاجه من ديت. طيب ازاي نوصل الحق ديت للناس؟ انا قلت لكم من الاول، احنا طالما بنعمل كراتين ديت، احنا مش هنروح التموين بقى وده يدينا وده يدينا بمزاجه وده يعلي السعر عنه. لا، كل مواطن يبقى ليه كرتونه في الشهر. انت كدوله عندك عجز الشهر ده في الزيت، خلاص نزلي ازازه واحده في الكرتونه. انت عارفه عندك ايه وايه زياده وايه ناقص. عندك زياده في السكر، زياده كتري، بدل كيسين خليهم 3. تمام. عندك في مخزون حاجه معينه، نزلي في القلب، اديهم الكرتونه كده فيها اي حاجه، يعني رفيها عنهم. في حاجات تخلص الصلاحيه بتاعتها، حط لهم علبه تونه، حط لهم باكو شاي، حط لهم مش عارفه ايه. والله هو ونصيبه بقى، يعني هو المواطن هو ونصيبه في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها. عشان احنا مش هيجي يوم ونقول لنا ما فيش تموين، لا احنا مش عايزين كده. احنا هنستحمل، والناس كلها هتستحمل وتستحمل بلدها في الصعب، قبل اي حاجه، قبل الرخاء كمان. فالكرتونه دي هتنزل للشعب في بتاع. انت عارف ان انت هتدفع 5 جنيه، ادفع 5 جنيه، اهي الكرتونه اهي، تستلمها وتمشي. لكن بقى تعالى انا هديك ده وده، والله بطلع بلاقي واحد واخد مني 20 جنيه، يعني 100 جنيه واخد له 20 جنيه، 15 جنيه، وفي الاخر بتلاقيهم بقوا حاجه تانية. طب ما احنا السرقه ما هو منك انت، مع احنا كشعب بقينا وحشين مع بعض، احنا كبشر بناكل في بعض، فمستنيين ايه تاني؟ الدكتور بيعلي عليك الروشتة بطريقه مش عارفه ايه، وتروح عشان تدخل العمليات لازم تدفع الشيء الفلاني، ما انتوا بتعلوا علينا. كل الضمير ده كله من ايه؟ لان احنا في الاول وفي الاخر ما لناش تعليم عدل. يعني ما تيجي المدرس نفسه يستخسر علمه في الطلبه، يطلع طالب اهو ما عندوش ضمير، يطلع مهندس ما عندوش ضمير، دكتور ما عندوش ضمير. انتوا بتطلعوا لنا ايه؟ هما انتوا في الاساس كان غلط. الجيل كله طالع مش عارف دينه، مش عارف يعمل، يعني عادي ممكن ياكل حق الناس وهو ضميره مستريح من جوه، مش عارف ان ده حرام. هو احنا لو كنا بنخاف من ربنا وعملنا ان احنا فعلا بنعامل ربنا، لان الدين معامله، ما كانش كل اللي احنا فيه دوت حصل. يبقى انا دلوقتي ما اجيش اقول العيب على الحكومه لوحدها، لا، احنا كمان كشعب بنتحمل مسؤوليه كبيره قوي 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 من الموضوع دوت عشان ينصلح حالنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاحنا لازم نتغير الاول عشان ربنا ايه يرضى علينا، ونلاقي في الاخر ان احنا نقدر نعيش كبشر وسط بشر، ما نحسش ان احنا عايشين في وسط ناس غابة كله بياكل في التاني. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى احنا نتقي الله ونتقي ضميرنا، وكل واحد يقول لا، يقول ربنا قبل اي حاجة. قبل ما يشوف ان هو بيسرق حد، يعرف ان هو برضو اللي زي ده محتاج. فما تاكلهوش. هو بس اللي احنا ده اللي عايزينه. ودي رسالتي للشعب كله اتقوا الله في بعضيكم مع بعض. التاجر يبيع بضمير، الناس تحس انها لاقيه ان في عداله بين البشر عشان ربنا يرضى علينا. والحكومه تحاول تعمل يعني ايه، يعني تلاقي حلول. يعني ما هي مواطن يشتكي مثلا من التموين، طب ما انت عندك الحل اهو، بيبقى في ايدك حاجه كرتونه متبرشمه، اتفضل انت بقى ومقدرتك في الشهر دوت، في حاجات انت مش عايزها، مخزون مش عارف في عندك نقص، لا يبقى انا نازل، انا عارفه انا هنزل ايه. لكن تنزل بقى اكياس قد كده وده قد كده، احنا مش عارفين بيروح فين. معظمهم مش عارفين بيروح فين ولا بيتباع ولا بيحصل فيه ايه. بس هو الحلول موجوده، واحنا بنشتكي بس بنقول الحل.
يعني عشان ايه؟ يبقى احنا مش قاعدين بس نشتكي. طب ما انت بتشتكي، بس انت مع الشكوى قول حق، يعني قول الحق ان انا عايز كذا. طب ما تعملوا كذا، يبقى عندك انت ايه حلول، والحلول دي اللي احنا هنمشي عليها. حلو اجباري على فكره، ما بقاش في حاجه اسمها اختياري في الوقت اللي احنا فيه، لان احنا مش بس اللي بنعاني، العالم كله بيعاني. فاحنا لازم نكون صرحاء مع بعض. يعني انا كمواطن اكون صريحه مع بلدي، مع حكومتي، وحكومتنا تبقى صريحه معانا، بحيث ان احنا ايه، لما بنكون صراحه الشعب نفسه هيرتاح، مش هيبقى في شكاوي. يبقى في، حتى لو الشكوى احنا قلنا بنشتكي، مش بنشتكي عشان كارهين في بلدنا او ضد البلد او لا، احنا بنشتكي عشان نلاقي حل، بنشتكي عشان نلاقي تاني يوم يبقى في حلول. مش نفضل احنا على الحال سنين ونفضل نشتكي، ما ده بيسبب كبت، والكبت ده بيبقى وحش في الاخر. واحنا عايزين بلدنا تبقى حلوه، وبنحب بلدنا وبنحب جيشنا وبنحب رئيسنا، اهم شيء العدل. مش عايزين اكتر من كده، عشان في ناس مطحونه، في ناس تعبانه. واتمنى اكون ان انا يعني بقول الحاجه اللي انتوا بتستفيدوا منها، بس انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. والله لا عايزين مناصب ولا كراسي ولا عايزين اي حاجه، عايزين بس ان احنا نعيش في سلام وامان، والحمد لله على كده. وتحيا مصر. السلام عليكم.